حفلة انيما اللي اتعملت في الاهرامات، حد يعرف مين انيما ده اصلا؟ حفلة انيما اللي اتعملت في الاهرامات بتثير جدل كبير جدا بعد انتشارها على نطاق واسع في العالم بقى، والجدل كان في شكل العرض وانواع الموسيقى اللي مؤسسينه بالكامل من عبدة الشيطان. في ناس بتقول ان مهمة الحفلة كانت فتح بوابة نجمية وحاجات غريبة ومش مفهوم، ولكن اللي مش مفهوم اكتر ان دي مش اول مرة نسمع ان الفئة دي تحديدا هيجي منها واحد من عبدة الشيطان يعمل حفلة عند الاهرامات. والاغرب ان حفلات التكنو اللي من النوع ده بدأت تكتر عند الاهرامات بشكل كبير، ولكن دي تحديدا اللي كانت كل حاجة فيها مش مفهومة، من المزيكا بتاعتها اللي كلها ترددات مش طبيعية، للاضواء المرعبة اللي متناسقة جدا مع الموسيقى، للاشكال الغريبة اللي ما تعرفش ليهم جنس ولا نوع اللي بتظهر على الشاشات الكبيرة ترقص رقصات غريبة جدا، ومن الرقصات دي بتتحول برضه لحاجات غريبة بتناسق مع الموسيقى. والاغرب من ده كله ان الحفلة دي كان بيحضرها اكتر من مليون شخص، واقل تذكرة كانت 7000 جنيه، ودي اقل تذكرة. اعلى تذكره معديه ل 24000 جنيه، والمليون شخص دول معظمهم من بره مصر. تحس ان سيناريو حفله ترافيس سكوت بيتعاد تاني دلوقتي، ودي لقطه من حفله ترافيس سكوت بيعمل فيه نفس الطقوس اللي كانت بتتعمل في الحفله دي، ولكن للاسف الناس اتكلمت بعد ما الحفله خلاص اتعملت. تفتكروا انتوا بقى الحفله دي حفله عاديه ولا زي ما بيقولوا كانت مهمتها هي فتح بوابه نجميه والشغل ده؟ سيبوا ارائكم في الكومنتات، ولو حد عنده معلومه موثوقه يكتبها في الكومنتات خلينا نعرف الحقيقه، وفولو ولايك وشير وصلوا على النبي.